تعرف ان في اكلات هتجبرك انك تستخدم مزيل العرق؟ على سبيل المثال اللحمه، جابوا مجموعتين من الرجاله اكلوا مجموعه مرتين لحمه في اليوم لمده اسبوعين، والمجموعه الثانيه ما كلتش لحمه خالص لمده اسبوعين. وجم اخر يوم في الدراسه حطوا فوط معينه كده تحت منطقه الابط عند الرجاله دي، وخلوا سيدات يشموها، حوالي 30 سيده يشموا الروائح دي ويفرزوها. الروائح الكريهه يقولوا الارقام دي هي اللي روائحهم كريهه، والارقام دي هي اللي روائحهم افضل شويه. فطبعا طلعت الاغلبيه من الرجاله او من المجموعه اللي كلت اللحمه. ده يقول لك ان في جزء من الدهون خرج في شكل مركبات كيميائيه من الغدد العرقيه اللي تحت الابط، والبكتيريا اتغذت عليها واطلقت الروائح دي. الاكله الثانيه هي الاكلات اللي بتحتوي على كميات كبيره من الكبريت زي القرنبيط والكرنب. الاكلات دي لما بتاكلها وتتهضم، جزء من الهضم ده بيروح للغدد العرقيه، وبرضه بيطلع روائح نفاذه قوي، وكمان بيعمل روايح سيئه للغازات. فده يقول لك ان الاكلات دي انت برضه هتبقى ريحتك مش افضل حاجه بعد ما تاكلها.